بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. المسألة هنا هنبتدي في مسائل الفاي ميثود. فبيقول لنا هنا example 6.6 بيقول لي 345 كيلو متر كيلو فولت كيلو فولت 60 هرتز 3 transmission line is 130 كيلو متر long. line عنده the resistance per phase is 0.236 point 4.036 ohm بالكيلو متر. يبقى نقدر نقول ان الار هنا هي ايكوال ار بقى سمول ار سمول هي ايكوال 2.236 كيلو اوم اوم 4.436 اوم بالكيلومتر. تمام. and the inductance per phase is 2.8. وبقى من عندي هنا اكس هي بتساوي 0.0.8 ملي هنري بير كيلو متر. ماشي. The sun's capacitance is 0.0112 مايكرو فراد بير كيلو متر. يبقى نقدر نقول هنا ان ال y عندي y بتساوي 0.2112 مايكرو فراد في الكيلومتر. تمام. The receiving current load is 270 ميجا فولت امبير. يبقى اذا يا باشمهندسين دي كده اس ار هي بتساوي 270. وطبعا بنشوف الانجل هي دي طبعا ميجا فولت امبير with 2.8 باور فاكتور. لاجنج بقى ولا ليدنج؟ لاجنج. يبقى دي بتساوي 270 بانجل بوزيتيف 36.86 ولو قربناها تبقى 8.7 ميجا فولت امبير. تمام. at 325 كيلو متر لاين تو لاين يبقى ده الفي ار بتاعي. فاذا الفي ار بتساوي 325 كيلو فولت بس ده لاين تو لاين فهنحوله يعني بتساوي 325 على جذر 3 هيدينا كام؟ نعملها كده بالكالكوليتر بسرعه. هيدينا 187.64 بانجل زيرو. يبقى 187 يبقى بتساوي 187 بوينت 64 بانجل 0 كيلو فولت. طيب use the pi nominal circuit mechanism line model to find the volts and power at the sending. عايز الفي اس الاس at the sending end and the voltage regulation. طب تعالوا بينا نرسم الرسمه بتاعتنا بتاعت الباي. طبعا هتبقى فيه تو كاباستورز، كاباستور في اول الخط وكاباستور في نهايه الخط، وهتبقى فيه امبيدنس في الايه؟ فانا عندي هنا الكاباستور اهو. تمام. والامبيدنس بتاعتي وكاباستور في نهايه الخط. كويس. وهيكون في لود عندي واللود مديني عند بيقول لي ذا ريسيفنج اند لود. يعني الاس ار هنا اس ار هنا بتساوي 270 بانجل 0 ميجا فولت امبير. وعندي البي ريسيفنج يبقى بتساوي زي ما احنا طلعناها 178.64 بانجل 0 كيلو فولت. اللاين طبعا كل ده هيبقى
بتوصل في الارسنج. اللاين طوله 130 كيلو متر. هنحتاج بقى ان احنا نجيب الار لللاين كله، الاكس ال لللاين كله، ونبدا نجيب الواي. طبعا مع البارامترز بتاعتنا هتبقى مختلفه شويه عن الشورت لاين. يبقى الاي بتساوي 1 بلس زد واي على 2، البي بتساوي زد، السي بتساوي الواي افتح قوس 1 زائد زد واي على 2، والدي بتساوي الايه، نفس البارامتر بتاع الايه ونفس الفاليو، يبقى 1 بلس زد واي على 2. خلينا نبتدي الحل. نبدا نجيب الار الكليه. يبقى اذا الار هي عباره عن الار للكيلومتر في عدد الكيلوهات اللي موجوده 130، يعني بتساوي 0.236 في ال 130. هتساوي نضرب بالكالكليتر، هتساوي 468 اوم. يبقى 468 اوم ده لللاين كله، يبقى 468 اوم. طيب نجيب الاكس ال الكليه، بتساوي 2 باي اف ال مضروبه في عدد الكيلوهات اللي هي 130، يعني بتساوي 2 باي في الفريكونسي اللي بيقول ب 60، يبقى في 60 في ال 0.8. وما ننساش نحولها من الملي هنا للهنري، يعني نضربها في 10 اس سالب 3. كل ده هيتضرب في ال 130. هتدينا كام؟ هتدينا 39 و21 من 100، يبقى 39 و21 من 100 اوم. يبقى نقدر نحط هنا ان دي بتساوي 468 اوم. وطبعا الاكس ال هتساوي جي 39.21 اوم. هنحتاج ان احنا نطلع الواي. خلينا ناخد بس ده كده سكرين شوت عشان نطلع منه لو هنحتاج ان احنا نطلع قيمه في السلايد الجديد، يبقى نطلعها من الايه؟ نطلعها من الرسمه بتاعتنا. طيب هنا الواي كابيتال، هي الواي كابيتال هي بتساوي الواي سمول في اللاين بالكامل. طيب الواي اصلا بتساوي ايه؟ الواي اصلا بتساوي جي اوميجا سي، يعني بتساوي جي 2 باي اف سي. طيب يعني بتساوي جي 2 باي في الفريكونسي اللي هي 60 في السي هنا بالميكرو فراد، ف وبالتالي هتبقى 2.0112 في 10 اس سالب 6. وبعد كده نضربها في ال يبقى بتساوي دي كده 0.0112 في 10 اس سالب 6. واللي يطلع نضربه في ال، يعني نقدر بقى نجيب بقى الواي كلها. هي القيمه ديت مضروبه في اللينس بالكامل اللي هي 130 كيلو، تساوي كام؟ معانا هتساوي، نأكد بس الرقم، جي 5 4 8 9 9 في 10 أس سالب 4. يبقى جي 5 4 8 9 في 10 أس سالب 4 سيمنز. تمام. وده جبنا الواي للخط بالكامل. هنحتاج ان احنا نجيب الواي ده كان كل كباستور، يعني واي على 2 هيبقى واي على 2، يعني هنقسم 5 4 8 9 في 10 أس سالب 4 على 2، فهيدينا كام؟ هيدينا
2 7 4 4 في 10 المفترض يعني نعملها بقى على الكالكوليتر بحيث إن نأكد بس الرقم. نفترض هنا بدي وقفة ويكوف يعني تبقى 5 4 8 9 على 2 31 المفترض 2 7 4 4 في كام بقى؟ 10 أس سالب كام؟ خلينا بس نركز كده لحظات تفكير بس أطلعه معلش تاني. نرجع تاني كده معلش صراحة. 5 4 8 5 4 8 2 في 10 أس سالب 4 الكلام ده كله على 2 فهيدينا 0.2741 يبقى 0. يعني هيدينا جي 0.2741. بنقدر نحط هنا والله على الرسمة إن ده عبارة عن جي 0.2741 وده هيبقى جي 0.2741. تمام. طيب يبقى احنا كده تقريبا طلعنا يعني كل المحتويات بتاعة الخط عندي. نبدأ نحسب بقى ال A وال B وال C وال D. يبقى ال A عندي هي بتساوي 1 زائد زد واي. أنا عندي الزد أهو 1 زائد زد واي على آه على 2 افترض. تمام. طيب يبقى بتساوي 1 زائد الزد عندي بكام؟ 468 زائد جي 39.21. تمام. في الواي على 2 اللي احنا مطلعينها في الاخر خالص اللي هي او نحطها في اللي هي جي 5 4 8 9 10 سالب 4 دي على 2. لا تحطها كده تحطها كده فتبقى جي 5 4 8 9 في 10 أس سالب 4 والكلام ده كله يبقى على كام؟ على هتطلع كام؟ هتطلع 0.989 بأنجل 0.074. طيب جبنا الايه نجي نطلع البي. البي بتساوي الزد بتساوي 4.4 هتطلع احنا مطلعينها كام؟ اه طبعا هي 468 468. خليني اتاكد كده معلش تاني في الرقم ده غالبا 4.68. فخلينا نتاكد من القيمه ديت. هل هي 4 4 6 4 6 8 زائد جي 3 9.21 يبقى هتطلع 4 4 4.68 4.68 هتطلع 4.68 لو ضربناها تطلع 4 بوينت مش 468. يبقى 4 هنا كده معلش ده نصلح بس هنا كده في السلايد وتبقى 4.68 4.68
8 اوم، والاكس ال طلعت مظبوطه، يبقى 4.68 زائد جي 39.21، وده طبعا بدون. طب نطلع السي. السي بتساوي ايه؟ السي بتساوي الواي في 1 زائد زد واي على كام؟ على 2. طيب الواي طلعت عندي كام؟ في 5 4 9 في 10 بص سالب 4 بفتح قوس 1 زائد الزد عندي 4 6 4.68 زائد جي 3 9.2 ونفذ، والكلام ده هيتضرب في الواي اللي هي هتبقى برضه ي 5 4 8 9 في 10 أس سالب 4، ونقسم كل القصة دي كلها على كام؟ على 2. هتطلع معانا كام؟ هتطلع معانا بتساوي 0.0005 4 6 بأنجل. آم، خلينا نتأكد بس من الأنجل بتاعتنا 90 و4 من 100، يبقى هتطلع 90 90 و4 90 و4 من 100. تمام، مو طبعا. طيب كمل. فاحنا كده فاضل لنا بس على البارامترز بتاعتنا ان احنا نطلع التي. طب احنا قلنا التي بتساوي ايه؟ فبالتالي التي هنا بتساوي 8 9 بأنجل 0.07 خلصنا البارامترز بتاعتنا. اهم شيء نبدا بعد كده نشوف بقى ايه المطلوب. هو عايز الفي سندنج والباور سينك. طيب انا عايز اطلع الفي سندنج. الفي سندنج بتساوي ايه؟ نحط قانون الفي سندنج. الفي سندنج بتساوي الاي في الفي ريسيفنج زائد الفي في الاي ريسيفنج. يبقى الفي سندنج بتساوي ايه في الفي ريسيفنج زائد الفي في الاي ريسيفنج. طب انا عندي ايه؟ عندي البي ار، عندي البي، فاضل الاي ار. يبقى اجيب الاي ار وانا عندي الاس ار وعندي الفي ار، فسهله خلاص بقى. يبقى اذا الاي ار بتساوي الاس ار كونجيجيت على ال 3 في ار كونجيجيت. يبقى بتساوي الفي ار كونجيجيت يعني 270 بعكس القيمه اللي كانت 8 من 10 هي 36.86، هتبقى ماينس 36.86 او 87 على ال 3 في الفي ار. الفي ار طلعت لنا 187.64 بس بانجل ايه؟ بانجل زيرو. هتطلع الاي ار بتساوي 0.4776 بانجل سالب 36 و87 من 100 كيلو فرنش. طيب تمام. نقدر بقى نطلع الفي سندنج، نقدر بقى نطلع الفي سندنج. طبعا الموضوع محتاج مهاره شويه في الكالكوليتر عشان ما يحصلش اي لخبطه في القصه. طب الايه؟ الايه هنا بتساوي ايه؟ 0.989 بانجل 0. اهو 0.986 بقى 989 بانجل 0.074. يبقى 0.989 بانجل 0.074. ماشي. يبقى دي اول حاجه الايه. في الفي ار، الفي ار كان 187 187.64 كانت الانجل 187 دي طبعا انجل زيرو، الاثنين دول ضربوا في بعض، زائد الفي كانت بتساوي كام؟ بتساوي الامبيدنس بتاعتنا يعني 4.68 زائد جي 39 و21 من 100 في مين؟ في الاي ار اللي انا لسه مطلعه 0.4776 في انجل سالب 36 و87. طلع الفي اس. الفي اس في الحاله ديت يا باشمهندسين بتساوي 199.14
4 بالانجل بتاعتي 4 و8 تقريبا 4.1%. خلوني اتاكد. 4 و1% كيلو فولت طبعا. يعني 4 مساحة 8 من 100. 4 و1 من 100 كيلو فولت. أول حاجة الفولت ده طلعناها في النار. طيب محتاج إيه كمان؟ إيه اللي إحنا محتاجينه تاني؟ إيه اللي إحنا عايزينه تاني؟ هو الراجل قال لنا find voltage and power at send. طيب هحتاج ان انا اجيب الاس سند، ومنها اقدر اجيب الايه؟ باور سند. طب عشان اجيب البي سند كان عندي البي سند، فمحتاج الاي سند. الاي سند بيساوي ايه؟ الاي سند هتساوي السي في الفي ار زائد الدي في الاي ار. طب ما انا عندي بفضل الله عندي كل الكلام ده. السي هنا بتساوي ايه؟ 4.0 او او 5 4 6 بانجل 90 وكام؟ 90.4 مني. طيب ده السي، حطه في قوس مضروب في الفي ار. الفي ار عندنا اللي هو 187 187.64. جبنا اول حد زائد الدي. دي كان بيساوي ايه؟ بيساوي كام؟ افتح قوس 9 0.9 8 9 بانجل 0. اهو دي اهي 0.074 0.074 ايه في الوسط. اضربه في الاي ار اللي لسه جايبينه فوق اهو، يبقى 0.4776 في الانجل بتاعها سالب 36 اللي كانت 8 من 10 باور فاكتور. يبقى سالب طبعا كان لاجنج، لكن احنا جبنا الاي ار بالكونجيجيت، فعشان كده اتعكس الاشاره بتاعت الانجل بتاعتها، يبقى سالب 36.87 طلع الايس. يبقى هي مني كالكليتر. يعني وانس ان الكالكليتر بقى في مهاره كويسه في استخدام الكالكليتر، بقى الموضوع ايه؟ الموضوع بقى اسهل ما يمكن. هتدين 0.421 0.421 بانجل سالب هتبقى سالب كام؟ سالب 25 365 من 1000. يبقى سالب 25 25 و565 من 1000 كيلو امبير. نقدر نجيب بقى الاس سندنج؟ طبعا سهوله جدا. الاس سندنج هتساوي الثلاث في سندنج اي سندنج. في سندنج ايه؟ في الاي سندنج، ولكن اي سندنج ايه؟ كونجيكيت. يبقى بتساوي 3 في الفي سندنج هنا جايبينها بكام؟ 199.144 بالانجل 4.1. الكونجيجيت بتاع الاي سندنج يعني 0.421، ونأكد ان الاشاره بتاعت الانجل هي بالبوزيتيف مش بالماينس. 25.56 كام؟ 5.6 طلعت كام يا ساده؟ 2 5 1.5 بانجل كام؟ اتاكد بس من انجل 29 578. ف 29 508 كام؟ 78 ميجا فولت. ميجا فولت. خلينا ناخد الصفحه دي سكرين شوت كده معانا في السلايد الجديد. كان بس لو احتاجنا اي قيمه منها يبقى ايه؟ نرجع لها على طول. حاول بس بقدر المستطاع ان احنا نشوف كده. طيب طلعنا الاس سندي. في الحاله دي نقدر نجيب مين؟ نقدر نجيب الباور سندي. نجيب باور سندي عباره عن ايه؟ والله هنبدا نجيب الكومبلكس بقى. انا عندي هنا الاس سندي هي كانت بتساوي 251.5
كانت الانجل كام؟ كام دي 29.578. طيب الريل والايميجن، الريل يمثل مين؟ ريل يمثل الباور، الايميجري يمثل الكيو. فالموضوع كده بقى ايه؟ بقى سهل. يبقى نقدر نجيبها عن طريق الكالكليتر. اه طبعا نقدر نجيبها عن طريق الكالكليتر. بتساوي 218.726، وده البي اس المفروض. طبعا ده بالميجا وات، بلس كام؟ 124 124 دي بالميجا ايه؟ بالميجا فولت. كنا نطلع البي سندنج. يبقى اذا البي سندنج هنا عندي هو 218.726 ميجا ايه؟ نيكس. طيب ايه المطلوب تاني يعني؟ مطلوب تاني ان في ريجوليشن. فاحنا محتاجين ان احنا نجيب الفولتج ريجوليشن. انا عندي قانون الفولتج ريجوليشن بالبرسنت. هي بتساوي الفي ار عند النو لود ماينس الفي ار عند الفول لود على الفي ار عند الفول لود، ونضرب ده في 100% عشان نطلعها كام. طيب انا عندي الفي ار عند الفول لود اللي هو مديهولي اللي هو 187 وشويه، لكن انا محتاج اجيب الفي ار عند النو لود. فاذا الفي ار عند النو لود هو بيساوي ايه؟ بيساوي الفي سنتنج على ايه. طب جميل. في سنتنج على ايه؟ محتاجينها بس ما يعني كماجنتيود، مش محتاجين ان احنا نطلع الانج. احنا بنحطها في البي ريجوليشن في الماجنتيود اونلي، مش محتاجين ان احنا نجيبها كايه؟ كأنج. طيب الفي سيمبل كان بيساوي ايه؟ محتاجين ان احنا نطلعها بقى بين القصه دي. يبقى 199.194 على الاي كانت بتساوي كانت بتساوي 0.989، مش محتاجين يعني. يبقى بتساوي، يبقى اذا الفي ار عند النود عباره عن 201 و3 5 8 بالكيلو ايه. اذا نقدر نعوض. خلاص اذا الفي ار في البرسنت هي بتساوي الفي ار عند النود 201 بوينت 3 5 8 ناقص الفي ار عند الفول لود القيمه اللي هو مديها لي اللي هي 137.64 على 187.64، اللي يطلع نضربه في 100%، هتدينا في 7.31 في المية. كده تقريبا غطينا المطلوب من المسألة. طيب لو كان عايز البي لوسز، باور لوسز، لو كان محتاج الباور، طب باور لوسز بيساوي ايه؟ والله الباور لوسز هو بيساوي بي سندنج ماينس في ريسيفنج. طب انا عايز عندي بي سندنج 218.726 ناقص البي ريسيفنج لسه مش عندي. طب بس انا عندي الاس ريسيفنج، فنقدر نجيب. انا عندي الاس ريسيفنج بتساوي ايه؟ بتساوي 270 بانجل 36.87، فنقدر نجيبها بتساوي 216 ميجا وات بلس آه، آه، أكد بس على إن قيمة الكيو بتاعتي بتساوي جي 162 جي 162 ميجا إيه؟ ميجا فولت. جميل. يبقى عندي البي ار، فين البي ار؟ ال 216، وعندي البي اس اللي انا كنت جايبها قبل كده. يبقى اذا البي اس عباره عن 218 في 218 اهي، في 218 اللي هي 2 سندنج 218.726 ناقص البي ار اللي هي
و16 216 216 بالظبط، والاثنين بالميجا وات. فهتطلع اللوسز بتاعتي في الخط 2.726 ميجا ايه. طيب هو لو كان عايز يجيب الرياكتيف باور لوسز، والله نجيبها عادي. يبقى الكيو ال هي بتساوي الكيو اس ناقص الكيو ار. طب الكيو اس هنا بتساوي ايه؟ الكيو اس كان فوق 124 124.142 ناقص الكيو ار اللي هي 162 بتساوي كام؟ هتساوي تقريبا كام؟ هتساوي خلينا نأكد كده الرقم ده. تساوي سالب سالب هتساوي سالب 3.7 بوينت 858 من الميجا اي ميجا دي. كنا ممكن يحتاج efficiency، طب ممكن يحتاج efficiency. طيب efficiency سهل، ده انا عندي البي، عندي البي ريسيفنج وعندي البي سندنج. البي ريسيفنج بكام؟ 216. البي سندنج بكام؟ 218.726. يبقى نقدر نقول efficiency بي بيرسنت هي بتساوي بي ريسيفنج على البي سندنج في 100 بكام؟ 100 يعني بتساوي 216 على 218.726، واللي يطلع طبعا 800% هتدينا كفاءة لحد ما كويسة. عشان طبعا النص ده قليل يبقى 98.75%. تقريبا كده احنا جبنا كل الاشياء يعني اللي كانت مطلوبه واللي ما كانتش مهمه. نلقاكم في سؤال اخر ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.